وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده ازاي ان ممكن كلمتين تقولهم بهزار يخرجوك من الملة ويخلوك كافر، وناقشنا مع بعض ظاهرة بقت منتشرة جدا بين الناس في الوقت ده، واتدبرنا وعرفنا قصة نزول آية خطيرة جدا. فاسأل الله يا صديقي أن يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ هل ممكن الهزار يخرجك من الدين يا صديقي؟ هتقول لي يا عم انتوا بقى مدققين علينا في كل حاجة، انتوا ناس متشببين بقى ومش عارف ايه وبتاع. حتى الهزار يا عم سيبنا نضحك بقى شوية بقى. اقول لك يا صديقي ان الهزار ده ممكن يخليك كافر. ممكن كلمة كنت بتقولها يا صديقي على سبيل الضحك او النكتة تخليك خالد في نار جهنم. مش كلام يا صديقي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، لان في مناطق وفي حدود ما ينفعش نتخطاها، وفي خطوط حمراء ما ينفعش نعديها، لان احنا مش قد اللي احنا نعديها يا صديقي. وهو ده الموضوع اللي تناولته الايات اللي معانا النهارده يا صديقي. تابع الفيديو للنهايه، ما تنساش اللايك والاشتراك وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط تلاقيه في وصف الفيديو. يلا يا صديقي يلا بينا. هتقول لي يا عم ليه في هزار حرام يا عم؟ ده كلام وبنهزر وبنلعب وما تقلقش، يعني ربنا غفور رحيم. اقول لك يا صديقي، طب اسمع الايه دي: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. يعني لو قلت لهم انت ليه بتتكلم كده هيقول لك كنا نخوض ونلعب. يا عم بنهزر يا عم، ربنا غفور رحيم يا عم، ما تقلقش يا عم، ده كله كلام. طيب كمل كده الايه يا صديقي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النكتة اللي كنت بتقولها يا صديقي في الدين، السخرية اللي كنت بتسخرها من الشيخ الفلاني، ولا من فعل الصاحب اللي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجيب آية من القرآن وتقلش عليها. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كمل بقى الحتة الخطيرة يا صديقي، أخطر حتة في الحوار: لا تعتذروا. إيه العقاب يا رب؟ إيه العقاب للي بيسيء الأدب مع كلامك ومع رسولك ومع آياتك؟ إيه العقاب الشديد؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم، خرجتم من الملة. ليه؟ عشان كلمة قلناها، عشان قعدة هزار كنا بهزر فيها مع واحد صاحبي، خرجت من الملة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرت يا صديق ليه؟ عشان كنت بس بهزر كده في آية قرآنية ولا في حديث نبوي وبعدي يا عم وبقول ده خلاص هي كلمة وبتعدي وربك هيسامح. بس الحاجات دي يا صديقي ما فيهاش الكلام ده، فيها قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة اللي نزلت فيها الآية دي تخلينا مش عارفين نقول لفظ على اللي بيستهزئوا بالقرآن في زماننا ده. اسمع القصة صديقي. في غزوة تبوك كان في شوية منافقين كده قاعدين على جنب، فقالوا على قراء القرآن، على القراء خلي بالك، مش على القرآن نفسه ولا على حديث، لا ده على القراء نفسهم. قالوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. كلمات يعني ما شفنا ازاي بياكلوا كتير يعني وبيكذبوا كتير وجبنة، يعني بيخافوا لما تيجي الحرب واللقاء مع العدو. يعني شوف كلمات يا صديقي، يعني احنا اصلا بقت زي اللي بان على لساننا كده عادي، على الشيوخ وعلى الصحابة وعلى مش عارف التابعين وعلى الأئمة، بقى الكلام ده عادي. يعني الكلام ده عادي، ودلوقتي بقى في ليفل اعلى بقى اللي هو ايه، الكلام بقى على القرآن وعلى الاحاديث بقى وعلى الكلام ده، يعني ده مصيبته اكيد اعظم يعني. فشوف يعني نزلت الايات دي اللي هي تقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، في ناس قالوا على الصحابة، على القراء، مش على القرآن نفسه ومش على الاحاديث نفسها، ده هم بيستهزئوا بس وقراء القرآن. فما بالك بقى صديقي باللي بيستهزئ بالقرآن نفسه ولا بالحديث نفسه؟ لا شك ان الذنب اعظم واعظم. طيب ليه الموضوع كبير قوي كده؟ اشمعنى يعني الموضوع ده؟ اقول لك يا صديقي، لو حد جه سخر من والدك وقال نكته عليه واتريق عليه، طبعا الحميه هتضرب فيك بقى، وانت ازاي تقول كده على والدي، وهتخرب الدنيا ولسانك هيتفتح وبقك بص هتخرب الدنيا. تقول لي ايوه يا عم ده والدي. اقول لك يا صديقي، اللي بيسخر بقى في الدين ما بيسخرش من والدك، ده بيسخر من ربك، بيسخر من عبادتك، بيسخر من نبيك. انت متخيل واحد بيقول نكته مثلا على الصلاه، ولا واحد بيقول نكته على حديث، ولا واحد بيقرش على ايه؟ الحاجات دي الذنب بتاعها كبير قوي. ولو انت يا صديقي مش متخيل الذنب العظيم، دايما نقرا الايه اللي كانت معانا النهارده يا صديقي: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دايما خليها صديقي كده قدامك واسمعها كتير.
عشان يكون ده دافع ليك وحافز اللي انت تسيب الموضوع ده، عشان هو فعلا فعلا عظيم وخطير جدا يا صديقي، وممكن يخليك تترمي في جهنم بكلمه قلتها يا صديقي وانت مش واخد بالك. خلي بالك يا صديقي، خلي بالك. والمشكله بقى ان الشيطان بيلعب لعبه خطيره قوي يا صديقي في المنطقه دي. شايفك بقى خلاص بقى ربنا رزقك الهدايه وبتحفظ القران بقى وبتحضر دروس علم وربنا رزقك طريق الاستقامه، وبقى بعدت بقى عن المسلسلات والاغاني والافلام وكل الكلام العبيط ده ماشي، وبقت دي الماده اللي موجوده في دماغك، فيروح بقى جاي لك ومخليك تقلش على حاجه من الحاجات دي. وطبعا هو بقى يا سعاده ويا هناه اللي خلاك تعمل كده وانت مش واخد بالك. فخلي بالك من الشيطان يا صديقي وخد بالك منه وخليك انت اشطر منه. وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده ازاي ان ممكن كلمتين تقولهم بهزار يخرجوك من الملة ويخلوك كافر، وناقشنا مع بعض ظاهرة بقت منتشرة جدا بين الناس في الوقت ده، واتدبرنا وعرفنا قصة نزول آية خطيرة جدا، فاسأل الله يا صديقي ان يرحمنا. وبس كده يا صديقي، انشر المقطع بين الناس عشان الامر فعلا خطير جدا ويستحق النشر، فالدال على الخير يا صديقي كفاعله. وبس كده يا صديقي، جزا الله عنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور وصدقاتنا وقاتكم، فانه هو الحي القيوم، واعلم اني فيه احبكم، فانه علام الغيوب، كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمنا من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.